بعض الناس كانت بتسأل عن ربع العبادات اللي احنا هندرسه ان شاء الله من منهج التربية العظيم في كتاب مختصر منهاج القاصرين. هو شكله مختصر بس هو مش مختصر قوي. ربع العبادات انا عايز ابص عليه معاكم كده وعشان تبقى الناس عارفة احنا هندرس ايه وتفهم مدى تأثير وعظمة هذا الكتاب على سلوكها بعد كده وحياتها وتدينها. افترض ان احنا اول حاجة هندرسها هنتكلم عن العلم وفضيلة العلم، اثار العلم وكيف تتعلم وآداب العالم وآداب المتعلم وحتى علماء السوء وعلاماتهم ايه وآفات حتى العلم ايه. بعد كده تدخل ايه؟ تدخل على الطهارة اللي هي الوضوء. بس هنتكلم بقى عن الطهارة بكل مفهومها، ان هي مش قضية وضوء وبس، لا، ده الوضوء ده له اثر وله ادب وله معاني قلبية متعلقة بالوضوء. يا جماعة احنا معنيين بالمعاني مع الألفاظ وما يعنيين بالمعاني مع الأفعال، مش بس الألفاظ والأفعال. بمعنى ان انت لما بتقول في الصلاة الله أكبر، الفكرة مش فكرة ان انت بتقول ألفاظ ملهاش معنى، انت بتقول ألفاظ ليها معنى والمعنى ده له أثر. طيب خلصت الطهارة تدخل على الصلاة. لما بنيجي نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب ما انا بصلي ومش بتنهاني ليه؟ لان في تأثير ده نتيجة معاني، المعاني انا معرفهاش ومعرفش افعلها. طيب ايه الحل؟ اتعلم، هتعرف الصلاة معانيها ايه تأثيرها، هتعرف تفعل تأثيرها، هتمشي بعد كده عليها وهتأثر في حياتك. طب بعد كده الصدقة نفس الكلام، الصدقة تطفئ الخطيئة. طب ما احنا بنتصدق ليه ما بتطفئش؟ عشان فيها معاني. نفس الكلام في الصيام، ايه معنى الصيام وايه الاثار بتاعته وازاي تفعلها. نفس الكلام بعد كده في الحج، علم، طهارة، صلاة، صيام، صدقة وزكوات، حج، ذكر وقراءة قرآن. خلصنا ال8 عبادات دول وكل واحدة عرفنا أسرارها ومعانيها وتأثيرها وتفعيل تأثيرها وتنظيمها جوه حياتنا. بصوا احنا بنتكلم في كام حاجة. بعد ما تخلص دول كلهم يوم جاي في الآخر قايل لك ايه؟ تعالى بقى أقول لك تنظم حياتك ازاي وتدخل ال8 دول، ويقوم حاطط لك تنظيم لحياتك ابتداء والأوراد ازاي تتنظم وتشغل نفسك بطاعة ربنا ازاي، وبعد كده يعمل برنامج لواحد متفرغ للعبادة، واحد مشغول صبح وليل، واحد مشغول بالليل، كل حاجة بقى نماذج. عشان الناس بتقول لك ايه؟ اصل انا عندي عيال، تعالي في نماذج جوه تنفعك. طب اصل انا شغال الصبح، حاضر. طب اصل انا شغلي مرهق، تعالى في نموذج. طب اصل انا طالب، في نموذج. طب انا لسه كل حاجة فيها نموذج. والله يا جماعة كلنا نقدر نتسابق في الطاعة إلى الله عز وجل، بس نبقى عارفين المفتاح. فالمدرسة دي تتعلم فيها كل ده وتتعلم توظف كل حاجة وبعد كده تجاهد نفسك ان انت تستمر. عشان كده سميناها مدرسة، تعلمك ازاي تبقى بتأدي العبادة بمعناها، والمعنى ده مفترض ان هو يكون له أثر عليك. بالمناسبة كل ده في الربع الأول من الكتاب، ده اللي احنا هندرسه في المدرسة كمرحلة أولى. المنهج فعلا يستحق الدراسة، يستحق التفعيل، يستحق ان انت تركز معاه.